السلام عليكم. أنا اسمي أحمد وأنتوا بتسمعوا بودكاست قصص ميز. Лечу, лечу, да я в тот лесок ку-ку. Лечу, лечу, да я в тот лесок ку-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 ку. Кошечка. أهلا بيكم في الحلقة رقم 4 من قصص ميز. حلقة النهاردة رعب، واسم الحلقة الكوخ المسكون. ومن غير ما أطول عليكم يلا بينا نبدأ. في سنة 1991 براين كيندل وعيلته كانوا عايزين يغيروا حياتهم من العيش في المدينة وزحمتها. براين كان شغال في مدينة بالتمور في ولاية ميريلاند، وكان شغال في النجارة. مراته كان اسمها باليندا، وكان مسقط رأسهم هما الاتنين في غرب فيرجينيا. علشان كده قرروا إن هما يسيبوا حياة المدينة وهيرجعوا لولاية فيرجينيا، وده اللي هيخلي براين كل يوم يقضي ساعات في الطريق علشان يروح لشغله، لأنه كان لسه شغال في مدينة بولتمور. وبدأ براين وباليندا يدوروا على بيت علشان يتنقلوا فيه، وفعلا لقوا بيت مناسب في مدينة سلينزفيل في غرب فيرجينيا. مدينة سلينزفيل كان عدد سكانها 182 فرد في الوقت ده. البيت كان أقرب للكوخ، وكان في نص الغابة، ومفيش أي جيران قريبين منهم، وكان متكون من دور واحد ومتحاوط من كل اتجاه بالغابة ومنعزل تماما عن أي حد. المكان اللي براين وباليندا كانوا عايشين فيه في مدينة بولتمور كان مليان عصابات، وكانوا دايما بيخافوا إنهم يخلوا أطفالهم ينزلوا الشارع. والبيت الجديد كان مناسب بالنسبة لهم لأنهم هيقدروا يخلوا أطفالهم يخرجوا برا ويلعبوا ويعيشوا حياتهم في الطبيعة من غير ما يقلقوا عليهم. براين اشترى كلب من نوع اللابرادور عشان يحرس الكوخ الجديد بتاعهم، وسموا الكلب كوكو. وبشكل سريع العيلة اتعودت على حياتهم الجديدة في مدينة سلينزفيل، وكل حاجة كانت ماشية كويس. ولكن كل ده كان في الأول. بعد فترة قصيرة من وصولهم للبيت الجديد، بليندا عزمت أخوها ومراته وبنتهم واللي كان اسمها جوردن عندهم في الكوخ. بليندا عملت حفلة صغيرة، وبعد الحفلة الأطفال راحوا على الصالة علشان يلعبوا. الصالة كانت جنب المطبخ، وكل الأشخاص الكبار كانوا في المطبخ بيتكلموا وبيشربوا قهوة. ولكن وهم بيتكلموا لاحظوا حاجة غريبة. الحاجة الغريبة دي كانت بتحصل في الصالة اللي فيها الأطفال. الأطفال كان معاهم بلالين واللي كان فيها هيليوم، واللي بتطير للسقف بمجرد ما حد يسيبها. البالونات دي كانت في الصالة، وكانوا كلهم مربوطين بخيط في كل واحدة منهم. لكن غريب إن واحدة من البالونات بدأ ينزل من السقف لوحده، وكأن في حد بيشده وينزله لتحت. ولكن ما كانش فيه أي حد من الأطفال قريب من البالونة. كل اللي في المطبخ كانوا باصين على البالونة باستغراب. وفجأة البالونة وقفت في نص الأوضة في الهوا. كانت بعيدة عن الأطفال شوية واللي كانوا لسه ما لاحظوهاش. وبدأت البالونة تتحرك ناحية جوردن واللي كانت بتلعب مع باقي الأطفال في ركن من الصالة. جوردن لاحظت البالونة فلفت وابتسمت وقالت شكرا بصوت عالي وكأنها بتكلم حد، ولكن ما كانش في حد أصلا. وبعد كده مدت ايديها علشان تاخد البالونة، ولكن قبل ما تمسكها البالونة بدأت ترتفع تاني للسقف، وكأن اللي كان ماسك البالونة سابها فجأة. ولما جوردن شافت البالونة طلعت للسقف ما كانتش مهتمة، ورجعت عشان تلعب مع باقي الأطفال. الموقف ده فزع كل اللي موجودين في المطبخ. الأهل بدأوا يبصوا على بعض، وبعد كده راحوا عند البالونة ومسكوها ونزلوها من السقف، وحاولوا يشوفوا لو البالونة كان فيها حاجة هي اللي ممكن تكون خلتها تعمل كده، ولكنهم ما لقوش أي حاجة. بعد كده راحوا لجوردن وسألوها هي كانت بتكلم مين من شوية. جوردن وقفت شوية تفكر، وبعد كده شاورت على زاوية في الصالة محدش كان واقف عندها، وقالت لهم إنها كانت بتكلمه. الأهل بصوا على الزاوية اللي كانت بتشاور عليها، وكانوا عمالين يبصوا لبعض.
بعد كده قالوا إن هما أكيد كان بيتهيأ لهم، وإن البالونة نزلت بالصدفة، وإن أكيد مفيش أي حاجة تقلق، وإن جوردن عندها 3 سنين وطفلة فأكيد بتتخيل، وقرروا ينسوا الموضوع. ولكن بعد ما جوردن وعيلتها مشيوا، بليندا وبراين قالوا إن ده كان موقف غريب. وبعد كام يوم براين سأل بنته بلير واللي كان عندها حوالي 5 سنين لو كانت عايزة تيجي معاه علشان يتمشوا في الغابة اللي حوالين بيتهم. بلير كانت متحمسة ووافقت، وفعلا هما الاتنين خرجوا وراحوا عند الغابة وبدأوا يتمشوا. وبعد فترة وقفوا فجأة لأنهم شافوا حاجة غريبة في نص الغابة واللي المفروض ما تبقاش في المكان ده. شافوا شاحنة محروقة ومركونة في نص الغابة بين الشجر، وما كانش أصلا في أي طريق يوصل الشاحنة دي للمكان اللي هي فيه. فباستغراب راحوا عندها وبصوا، ولقوا كمية كبيرة من ألعاب الأطفال، وتحديدا دباديب محروقة وألعاب أطفال كتير مرمية في ظهر العربية وكلهم محروقين. براين حس إن في حاجة غلط، وقال لبلير إن هم المفروض يمشوا. وبعد كده لما رجعوا للبيت براين قال لمراته على اللي لقوه، وكان مستغرب ازاي الشاحنة وصلت المكان ده، وكان الموضوع غريب بالنسبة لهم. وفي خلال الشهور دي براين كان كل يوم بيسافر المسافة الكبيرة علشان شغله في مدينة بولتمور، وده كان بيضيع ساعات كتيرة من يومه كل يوم، وما كانش بيعرف ينام. فبدأ يروح يوم الاتنين شغله، بعد كده يقعد عند والدته ويرجع تاني الكوخ يوم الجمعة، وكان واخد معاه عربية العيلة. وده أدى إلى إن بليندا والأطفال كانوا بيبقوا لوحدهم في البيت كل أسبوع من يوم الاثنين ليوم الجمعة، وما كانش عندهم عربية لأنها كانت مع براين. لكن بليندا كانت متعودة على الحياة في الأماكن دي من وهي صغيرة، فكان الموضوع بالنسبة لها عادي. ومن ساعة ما عزلوا بلير كانت عايزة تروح تخيم لوحدها جنب البيت. وفعلا في يوم واللي ما كانش براين موجود فيه، بليندا سمحت لبنتها إنها تعمل كده، ولكنها ما كانتش متحمسة أوي لموضوع إن بنتها تنام بره البيت، ولكنها وافقت بشرط إنها تنام في المقطورة بتاعتهم اللي موجودة قدام البيت. كانت مقطورة صغيرة وفيها سرير، فبليندا قالت لبلير إنها تخيم في المقطورة دي وتقفل عليها الباب، وإن الكلب بتاعهم كوكو هيبقى معاهم. وفعلا بلير عملت كده وراحت المقطورة، وكان معاها كشاف وقصص علشان تقراها، وكوكو كان معاها. جوه المقطورة كان في سرير، وعلى يمين السرير كان في شباك كبير وكان عليه ستارة مغطياه. قدام السرير كان الباب بتاع المقطورة، واللي برضه في شباك صغير تقدر تبص من خلاله. بلير قعدت على السرير، وبعد فترة من السهر تعبت وبدأت تنام، والكلب كان معاها في المقطورة. وبعد فترة في خلال الليل بلير صحيت فجأة لأن كوكو كان بيتصرف بطريقة غريبة. الكلب كان واقف قدام الباب بتاع المقطورة، وكان مثبت وشه على الباب وكأنه شايف حاجة. بلير قامت وحاولت تهديه، وبعد كده بصت من الفتحة بتاعت الشباك اللي في الباب. الليلة دي كان فيها قمر، فكان فيه إضاءة خافتة، وفجأة شافت ظل حد معدي من قدام الباب. الكلب بدأ يطلع أصوات ناحية الباب، وبدأ يلف وشه ناحية الشباك اللي جنب السرير. بلير كانت فاكرة إن دي والدتها وإنها جت تطمن عليها، وحاولت تهدي الكلب، وخدت الكشاف بتاعها وراحت عند الباب وفتحته وخرجت راسها، ولكنها ما شافتش حد. فنادت على والدتها بصوت واطي، ولكنها لاحظت إن البيت كان كل الأنوار فيه مضلمة، وما كانش فيه أي علامة إن والدتها أصلا صاحية في الوقت ده. وفجأة لما لاحظت كده قفلت الباب ودخلت قعدت على السرير بسرعة. الكلب كان لسه باصص ناحية الشباك اللي جنب السرير واللي كان عليه ستارة، وفجأة بدأ يزمجر ويبين سنانه ناحية الشباك. بلير كانت خايفة فحطت الغطا على راسها وحاولت ما تبصش، ولكن الكلب ما كانش مبطل. بلير قررت إنها لازم تشوف إيه اللي بره الشباك، وفعلا شالت الغطا
وراحت جنب الشباك وبدأت تحرك الستارة بالراحة، وبمجرد ما بقى في فتحة صغيرة تقدر تبص من خلالها، بصت ولقت ظل ضخم كان باصص عليها من الناحية التانية. قفلت بسرعة الستارة ورجعت على السرير ونزلت تحت الغطا. الكلب كان واقف جنبها على السرير وعمال يطلع أصوات. وبعد فترة بيلر نامت. وفي نفس الليلة دي وقبل الحادثة بشوية كان في أحداث بتحصل جوه البيت. بليندا دخلت أخو بلير الصغير واللي كان اسمه شون لسريره بعد ما وصلت بلير للمقطورة واطمنت عليها. شون كان عنده 3 سنين وكان بينام بسرعة، ولكن في الليلة دي بليندا كانت في أوضتها، وشون كان كل شوية بيسيب سريره ويجيلها، وكان بيقول لها إنه خايف ومش عايز ينام في أوضته لوحده. ولكن في كل مرة بليندا كانت بتقوم معاه وبتوديه لسريره تاني وتطمنه. ولكن بعد ما حصل الموضوع ده حوالي 4 مرات، وكل مرة شون يجيلها ويسيب سريره، بليندا سألته عن اللي بيحصل وليه مش عايز ينام في أوضته وإيه اللي مخوفه بالشكل ده. شون قال لها إن في وحش عند الشباك بتاعه. بليندا افتكرت إنه قصده إن في حيوان بري عدى من قدام الشباك بتاعه وده اللي خوفه، وده طبيعي لأن هما في الدور الأول وحواليهم غابة. فراحت عند الشباك بتاعه وبصت من خلاله. الدنيا كانت ضلمة والغابة حواليهم مش باين منها حاجة، فقالت إنه غالبا حيوان عدى من قدامه وده اللي خوفه. وفعلا فهمته إن ده أكيد حيوان من الغابة مش أكتر، وإن مفيش حاجة تخوف. وفعلا شون هدي ودخل ينام. وفي اليوم اللي بعده بلير صحيت ودخلت هي وكوكو للبيت عشان تفطر. بليندا وبلير وشون كانوا قاعدين بيفطروا. بليندا سألت بلير عن ليلتها ولو كانت كويسة ولو استمتعت. بلير كانت ساكتة ومش عايزة تتكلم، وقالت لها إنها مش عايزة تخيم تاني برا وما قالتش أكتر من كده. وبليندا ما سألتهاش تاني عن الموضوع، واليوم عدى. وفي الليلة دي بليندا دخلت شون وبلير لسرايرهم علشان يناموا، وبعد كده راحت لأوضتها ونامت هي كمان. لكنها حلمت بحلم غريب. في الحلم بليندا صحيت، ولما صحيت شافت طفل واقف جنب السرير بتاعها. الطفل ده هي ما كانتش تعرفه، وكان بيشاور لها إنها تيجي معاه، وهي فعلا قامت ومشيت من غير إرادة منها. وطلعوا هما الاتنين برا البيت، وكانت الدنيا نهار وفي شمس. ولما طلعت لقت إن الجنينة بتاعتها كلها أحبال غسيل، وكل الحبال عليها هدوم لونها أبيض. والولد ده اختفى في وسط الهدوم المتعلقة. فبليندا بدأت تدور عليه، لكنها ما كانتش عارفة هو راح فين. وفجأة حست بحاجة في رجليها. لما بصت لقت مشبك غسيل قافل على صباعها، فحاولت تشيله. وهنا الحلم انتهى وهي صحت من النوم بسرعة. فقامت وكانت مشوشة بعد الحلم ده، لكنها قالت إنه مجرد حلم ورجعت نامت تاني. وبعد شوية صحيت وبدأت ترتب الأوضة بتاعتها، لكنها لقت حاجة غريبة على الأرض جنب السرير. ولما مسكتها لقت إنه مشبك غسيل. Куда летишь, да кукушечка, ку-ку? Куда летишь, да ты серая, لكن الغريب إن هم أصلا ما عندهمش في البيت مشابك غسيل. الموضوع كان غريب، وهي ما كانتش عارفة ازاي المشبك ده اللي كان في الحلم بقى موجود دلوقتي عندها في الأوضة. وفي اليوم ده حكت لأختها عن الموضوع وعن الحلم والمشبك، وأختها قالت لها إنها أكيد مرهقة وإن قعدتها لوحدها في الكوخ مع الأطفال تعبتها، وقالت لها إنها هتيجي النهاردة عشان تقعد مع الأطفال وتسيبها تريح شوية.
وفعلا بعد شوية أخت بليندا جت وقعدت مع الأطفال، وبليندا قررت إنها تخرج تتمشى في الغابة اللي حوالين البيت. ولكن وهي ماشية في الغابة لقت حاجة غريبة، لقت مقبرة صغيرة في نص الغابة. فباستغراب مشيت وراحت عند المقبرة، ولقت شواهد على القبور، وكانوا تحديدا 4 قبور. الشواهد ما كانش عليهم أي اسم، لكن حجمهم كان بيوضح إن هما قبور لأطفال. الموضوع ده خلاها متوترة وقررت إنها ترجع البيت. وبعد كام يوم بلير كانت نايمة في أوضتها وصحيت فجأة، فقامت وبصت حواليها في الأوضة ولاحظت إن الستاير اللي موجودة عند الشباك كانت مفتوحة. بلير بدأت تقلق، خصوصا بسبب اللي حصل لها لما كانت في المقطورة من كام يوم. فقامت من على السرير عشان تقفل الستاير، وبصت من الشباك وشافت ظل راجل كبير واقف بعيد عند الغابة. فخافت وفضلت واقفة في مكانها، لكنها لاحظت إن الظل ده كان عمال بيقرب منها كل شوية، وفجأة بدأ يجري ناحيتها. فبسرعة قفلت الستاير وجريت على سريرها ودخلت تحت الغطا، وما كانتش عارفة تعمل ايه وكانت خايفة. ولكن فجأة سمعت صوت كوكو بينبح من أوضة والدتها. بليندا صحيت في أوضتها على صوت الكلب واللي كان باصص على الشباك. فقامت وبصت من الشباك لكنها ملقتش حاجة، وحاولت تسكته. بعد كده راحت عشان تطمن على الأطفال، فراحت لأوضة شون الأول ولقيته نايم. ولكنها لما راحت لأوضة بلير لقيتها مستخبية تحت الغطا ومرعوبة. بليندا اتفاجئت وسألتها على اللي بيحصل. بلير قال لها إنها شافت حد واقف عند الغابة وكان بيجري ناحيتها. بليندا قالت إن غالبا بلير شافت حيوان بري زي شون، لأن الغابة حواليهم مليانة حيوانات. بليندا قالت لها إن مفيش حاجة وإن ما تخافش، وهدتها وخلتها تنام. وبعد كده رجعت لأوضتها ونامت. ولكن بعد شوية بليندا صحيت على صوت خبط على باب الأوضة. ففتحت عينيها وقالت إنه أكيد شون وبلير صحيوا ومش عارفين يناموا. ولكنها ما قامتش من السرير، وقالت بصوت عالي إن مفيش حاجة وإنهم يرجعوا يناموا. لكن محدش رد عليها. وبعد دقيقة الباب خبط تاني، ففي المرة دي قامت عشان تشوف الأطفال عايزين إيه. ولكن لما فتحت الباب ما كانش في حد. في الوقت ده كوكو كان على السرير وعمال ينبح ناحية الباب. بليندا راحت فتحت نور الأوضة، وبعد كده راحت لأوضة شون وبلير، ولكن لقيتهم نايمين. فلفت في البيت واتأكدت إن كل حاجة مقفولة. وبعد كده رجعت لأوضتها وقعدت على السرير وبدأت تفكر في كل اللي حصل. المقبرة اللي قريبة من بيتهم، وشون وبلير اللي قالوا إن هما شافوا حاجة من الشباك بتاعهم، والحلم الغريب اللي شافته. بليندا بدأت تخاف، ودي كانت المرة الأولى اللي فكرت فيها إن الكوخ ممكن يكون مسكون. وفي اليوم اللي بعده بليندا كانت عايزة تبعد عن البيت، فاتصلت بوالدتها وسألتها لو ممكن ياخدوا عربيتها عشان يروحوا ويشتروا شوية حاجات من المدينة. والدتها وافقت بسرعة، وفعلا جت بعربيتها ودتها لهم. بليندا وشون وبلير ركبوا وراحوا للمدينة، وكانوا سايبين كوكو في قفص برا الكوخ. ولما وصلوا لمحطة بنزين في مدينة سلينزفيل نزلوا من العربية، وبالصدفة كان في واحدة ست من سكان المدينة راكنة جنبهم وكانت بتملى بنزين لعربيتها. وبعد شوية بدأت هي وبليندا يتكلموا مع بعض. وفي خلال الكلام ده الست سألت بليندا عن المكان اللي هي عايشة فيه في المدينة، لأنها ما شافتهاش قبل كده. بليندا وصفت لها الكوخ بتاعهم. هنا الست سألتها لو هي تعرف قصة الكوخ اللي هم عايشين فيه. بليندا قالت لها لأ. فالست قالت لها إن من سنين كان في حريق ضخم في الكوخ ده، والعيلة اللي كانت ساكنة في الكوخ ماتت في الحريق. بليندا قالت لها إن هي فعلا لقت مقبرة في الغابة. وبعد كده لما بليندا ركبت هي والأطفال العربية كانت بتفكر في الموضوع اللي سمعته، وجالها نوع من الارتياح لأنها على الأقل عرفت ليه المقبرة دي كانت موجودة في الغابة. بعد كده لما رجعوا للكوخ لقوا إن كوكو ما كانش موجود، وراحوا للقفص وحاولوا يدوروا حواليه، ولكن ما كانش فيه أي أثر ليه، وما كانش فيه أي دليل على إن أي حد حاول يفتح القفص.
ودي كانت آخر مرة يشوفوا فيها الكلب، وده اللي عمل حزن شديد في العيلة. بعد كام يوم براين رجع من الشغل، وكل اللي في البيت كانوا نايمين ما عدا بليندا، واللي كانت بتتفرج على التلفزيون. وبعد فترة قفلت التلفزيون وطلعت عشان تنام، ولما نامت بدأت تحلم بنفس الحلم اللي شافته قبل كده. نفس الولد جالها عند السرير ومشيت وراه لبره البيت، وكان فيه أحبال غسيل عليها هدوم بيضة. ولكن في المرة دي وهي بتدور عليه وسط الهدوم، لقت مكان واسع فاضي بين الحبال، ولقت الولد هناك. كان في نفس سن ابنها شون، وكان مرعوب وعمال يبص ناحية الشمال. وورا واحد من الهدوم جنب الولد ظل ضخم عدى، وبعد كده طلع من وسط الهدوم، وكان ظل اسود ملوش ملامح وبدأ يتوجه ناحيتها. بليندا وقعت على الأرض وفجأة صحيت من النوم، ولكنها أول ما صحيت سمعت صريخ جاي من أوضة شون. هي وبراين قاموا بسرعة وراحوا لأوضة ابنهم. شون كان مرمي على الأرض وإيده كانت متنية تحته في وضع غريب بيدل إنها اتكسرت، وكان عمال بيصرخ. بليندا حضنته وبدأت تسأله على اللي حصل له. كل اللي شون كان بيقوله إن الوحش دخل من الشباك. براين وبليندا ما كانوش فاهمين يعني إيه الوحش دخل من الشباك، لكنهم كان لازم يودوه المستشفى بسرعة. فخدوه هو وبلير وركبوا العربية وراحوا بسرعة على المستشفى. وفعلا لما وصلوا المستشفى شون كان عنده كسر في دراعه، وكان لازم يقعد في المستشفى أكتر من يوم لحد حالته ما تتحسن. الموضوع ده حصل يوم الحد بالليل، فبراين كان لازم يروح الشغل تاني يوم، فاضطر إن هو يسيبهم ويمشي. وبعد 3 أيام ولما كان الميعاد جه علشان شون يطلع من المستشفى، بليندا خدت عربية والدتها علشان تروح تجيبه. هي وبلير ركبوا العربية وراحوا جابوا شون من المستشفى واللي كان اتحسن. لكن وهم راجعين في الطريق العربية عطلت، فركنوا على جنب الطريق وما كانوش عارفين يعملوا ايه. في نفس الوقت ده واحدة من سكان المدينة كانت ماشية بعربيتها على نفس الطريق وشافتهم، فوقفت وسألتهم لو تقدر تساعدهم في حاجة. وفعلا بليندا طلبت منها انها توصلهم لبيتهم، وكلهم ركبوا العربية. وبليندا وصفت الكوخ بتاعهم للست دي علشان توصلهم. ولما الست سمعت هم عايشين فين بصت عليها وسألتها لو هي تعرف الماضي بتاع الكوخ بتاعهم. بليندا قالت لها وان هي عارفة موضوع الحريق اللي حصل زمان والعيلة اللي ماتت. لكن الست قالت لها انها مش قصدها على العيلة دي، انما كان قصدها على اخر ساكن في الكوخ قبلهم، واللي كان راجل مريب، وكان في اشاعات انه بيخطف الاطفال ويعذبهم في الكوخ. ولكن ما كانش في دليل على الكلام ده، عشان كده الشرطة ما قدرتش تعمل له حاجة. وده اللي خلى مجموعة من الرجالة بتوع المدينة يقرروا ان هم لازم ينتقموا بنفسهم. وفعلا أقنعوا الراجل ده إنه يطلع معاهم في رحلة صيد في الغابة اللي حوالين الكوخ. ولما طلعوا الرحلة دي ودخلوا الغابة حصروه وقتلوه، وجثته عمرها ما ظهرت. وإن في إشاعات إن في شاحنة في مكان ما في الغابة، وهي المكان اللي هم حبسوه فيها وولعوه وهو جواها. بليندا كانت مصدومة وهي بتسمع الكلام ده. ولما وصلوا للكوخ بتاعهم شكرت الست ودخلوا البيت. وهنا بليندا ما كانتش قادرة تقعد في البيت ده أكتر من كده، فبسرعة اتصلت ببراين وقالت له إن هما لازم يمشوا من البيت ده. وفعلا براين وافق ورجع من ميريلاند وجهزوا شنطهم. بعد كده راحوا عند والدة براين وقعدوا فترة، ودي كانت آخر مرة يباتوا فيها في الكوخ. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة. فلو عجبتكم ما تنسوش تعملوا فولو وريت للبودكاست اللي هتلاقوه على أبل بودكاست، جوجل بودكاست، وأي مكان تاني بتسمعوا فيه بودكاست. أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله. سلام.